المتابعين ديالنا العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، وتكونوا في صحه جيده، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. ديما كنجيبوا لكم جديد وكنحطوا لكم فيديوهات نتمنى يكونوا خفاف ظراف على قلبكم ويعجبوكم، ديال الطابله ديالنا المتواضعه ديال الفطور اللي كنشاركوا معاكم. والمهم اليوم غنشاركوا معاكم حتى شهيوات جداد، خليكم معنا وتشوفوا الطريقه كيفاش غنوجدوهم اليوم. خليكم معنا وتابعونا حتى الاخير. المهم المتتبعين ديالنا العزاز، اليوم غنحضر معكم واحد الطاجين كيجي رائع هكا بالكفته والخضره. المهم كيستحق التجربه انكم تجربوه، في مكونات بساط، يعني ماشي شي حاجه اللي ما متوفراش في الدار، اي يعني كلشي كيكون متوفر في الدار. المهم عندي هنايا مطيشه من بعد ما درتها دواور بهذا الشكل. عندي هنا الفله خضراء، انا كنخدم بالفله حمراء ولكن دابا بغيت على ود اللون يعني التزيين بغيت هكا تكون لي الفله خضراء. عندي هنا الكفته ديال الدجاج معطره. عندي هنايا البصله من بعد ما شلطتها على هذا الشكل، هانتو كما كتشوفوا شلطتها هكا شرائح طوال. عندي بطاطا تايانيه من بعد ما درتها دواور. عندي الربيع مخلط ما بين قزبر ومعدنوس. عندي هنايا جوج مطيشات من بعد ما حكيتهم. عندي هنايا زيت البلديه او زيت الزيتون يعني غير ربع كاس. عندي في التوابل خرقوم، سكينجبير، تحميره، الابزار او الفلفل الاسود، وشويه ديال القزبر يابس، والملح على حسب الذوق. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. وفي التزيين غنحتاج الزيتون راه ما حطيتوش والحامض. خليكم معايا وتشوفوا الطريقه ديال الطويجين اليوم اللي غنصايب معكم. كيجي زوين وتا في الشكل ولا في اللذه ولا كل شيء، يعني يستحق انكم تجربوا. خليكم معايا وتشوفوا الطريقه كيفاش غادي نصايبوا. ودابا غنبدا على بركه الله. عندي هنا الطاجين اللي غادي ندير فيه الكفته، وغادي ندير فيه البصله. هي اول حاجه بسم الله غنفرش البصله هكا في الطاجين. من بعد غادي ندوز باش نبدا نصايب في الكفته وهكا. غادي ناخذ الكفته بسم الله. غادي ناخذ الكفته غادي نكورها بحال هكا وغادي نبسطها. غنديرها بطاطا وغادي ندير مطيشه وغادي ندير الفلفله على هذا الشكل، وغادي نوقفهم في الطاجين على هذا الشكل. صراحه كيجي زوين وكيجي لذيذ بحال هكا مع الخضره كيجي رائع على هذا الشكل. المهم مطيشه نخالف ما نديرش وحده غنديرها على هذا الشكل. غندير حدا الفلفله على هذا الشكل. شوفوا كيفاش كيجي المنيطر، كيجي زوين صراحه. وحتى في البنه راه رائع. ونتمنى تجربوه. الا جربتوا ما تنساوش الكومونطيرات الزوينين اللي كيشجعونا. ايوا نتمنى يعجبكم الفطور ديالنا ديال اليوم. المهم الا عجبكم الطاجين ما تنساوش الكومونطيرات وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. المهم خليكم معايا حتى نستفوا بلا ما نطول عليكم. نستف هكا نيا الطاجين كامل على هذا الشكل وعلى هذه الطريقه، وديك الساعه نرجع معكم نوريكم شنو كيفاش كيجي. ايوا خليكم معايا. هانتو الشكل النهائي ديال الطويجين، هانتو كيفاش كيجي في المنظر، كيجي زوين صراحه وكيجي لذيذ. المهم غادي نحتاج دابا مطيشه هي باش غادي نصايب لاصوص.
غادي نخلي الطاجين هنا على جنب، وغادي ندوز ندير هاد التوابل في هاد مطيشه هكا بعد ما حكيتها. غنزيد الزيت او زيت الزيتون صافي، وغادي نخلطهم مزيان هاد التوابل باش غادي نسقي هكا الكفته من الفوق. هانتو كيفاش كتجي، هو الزيتون اللي قلت لكم للتزيين، والحامض حتى هو، والربيع حتى هو غادي نزين به. المهم خليكم معايا، نتا غادي نسقي الكفته وهاد البطاطا والفلفله والمطيشه هكا بهاد لاصوص. صراحه كيجي طويجين هكا لذيذ بهاد الخضره وبالكفته. نتمنى تجربوه، نتمنى ينال اعجابكم. المهم حنا اي حاجه كنشاركوها معاكم، الفطور ديالنا البسيط كنشاركوه معاكم كما كتشوفوا. هانتو غادي نسقيه كامل بهاد لاصوص. صراحه كيجي طويجين هماوي زوين. هانتو كما كتشوفوا باش من بعد ما سقيتو دابا غادي ندير فيه الزيتون. نتوما تقدروا ديروا هكا زيتون حمر ولا الخضر، هذا اللي بلا عظم كيجي ثواني زوين هكا. غادي نزين به هانتو كما كتشوفوا. ودابا غادي ندير الحامض حتى هو للتزيين. كلشي كنشاركو معاكم. هانتو كما كتشوفوا هو الحامض من بعد ما زينت به. هانتو الطويجين كيفاش كيجي. ودابا بقى ليا غير الربيع حتى هو غادي نديرو هكا وغادي نزين به طويجين. هانتو كيفاش كيجي. نتمنى يعجبكم وتجربوه، وإلا جربتو ما تنساوش الكومونطيرات الزوينين اللي كتخليو لينا. ها هو الشكل كيفاش جا. نتمنى يعجبكم، خليكم معايا. السلام عليكم البنات، كما كتشوفوا زهره صابت معكم الطويجين ديال الكفته والبطاطا، يعني كيجي زوين البنات وبنين. انا دابا غادي نصايب معكم الفلو ديال الكراميل حتى هو كيجي زوين البنات. ها هو غادي نحتاج انا عندي نص لتر ديال الحليب، يعني كما كتشوفوا هذا الفلو الكراميل كتباع بالكريمه ديالو. انا غندير فيه هذا المول هذا، غادي ندوز نديرها لكم نديرو في المول. يعني كتجي زوينه البنات. وغادي نخلط هاد الفلو الكراميل مع الحليب. هذا غادي ندوز نطيبو في البوطه. انا ما عنديش سنيده، كنت هو فيه سنيده، انا ما عنديش سنيده. هانتوما البنات بعد ما ندمج دابا غادي ندوز نطيبو في البوطه.
هانتوما البنات هذا هو المول اللي غادي ندير فيه. غنشد الكريمه وغادي ندير كبه فيه. يعني كتشوفوا الكريمه راه خاسره، ندير بحال هكا باش يجي فوق هذاك فلو كراميل. تيعطي حتى واحد المنظر كيجي زوين البنات. هانتوما ندير فوق هذوك الخطوط. كتبع معاها دابا غادي ندوزو نطيبو الفلو. هانتوما البنات دابا انا طفيتو فوق البوطه وكنحرك حيت كاينه سنده بقات لتحت. كتشوفوا راه حيت انا ما درتش السنده ديال خلطه بسنده. كيجي زوين هاد الفلو كراميل البنات، كيعجبني انا بعدا. حتى زهره عزيزه على اللي ما كتشرب انا ديال الكراميل. كتشوفوا البنات هو بدا يطيب ليا، يعني كيحتاج 4 دقائق. هانتوما بدا يدير ديك الكشكوشه البيضاء. دابا كنحرك كيجي زوين البنات خصوصا في السحور، يعني كيتسحر بيه. دابا من غادي تصاوب ليا الكراميل غادي ندوز نديرو في المول ديالي. كما كتشوفوا معنا البنات هاو بعد ما طابت ليا داك الفلو كراميل دابا غادي نضيفو في المول. ها هو البنات دابا غادي نخليه يبرد ونقدمو لكم في الفطور ديالنا. كما كتشوفوا المتابعين ديالنا العزاز، هانتوما الطابله ديالنا متواضعه بعد ما وجدات. كما كتشوفوا هاد الطويجي اللي شاركنا معاكم كيفاش كيجي. يعطيك الصحه زهره، صراحه كيجي زوين. جربوا البنات ولا عجبكم ما تنساوش كتبوا لنا في الكومونتير. يعني كيجي زوين البنات زعما شكون الدايره ديالو زوين وبنين. وهاد الفلو اللي شاركت معاكم سناء تا هو كيفاش كيجي هاد صراحه حتى هو جا لذيذ وجا زوين. وداك الكراميل عافاك كيبقى مع الجناب ديالو وداك تزاك داك كيجي في البنات يجي زوين. نتمنى يعجبكم وتعجبكم الطابله اللي شاركنا معاكم اليوم. ديروا جيم ودعموا القناه ديالنا وهي متنساوش الدعم ديالكم، حنا محتاجين الدعم ديالكم. الى هنا غنقول لكم السلام عليكم، ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد.